السلام عليكم ورحمة الله. وصفة أخرى من وصفات كويزين نظرية. اليوم غادي نشارك معاك الطريقة ديال البانكيك، أسهل وأنجح وصفة ممكن تجربيها وتعتمديها. وصفة معتمدة عندي منذ سنوات، ونال تجارب عديدة جدا ولله الحمد، كلها كانت مرضية. من خلال الفيديو ديالي الأول اللي نزلته في القناة اللي تجاوز 500,000 مشاهدة في ظرف وجيز، غادي نشاركها معكم للمرة الثانية هاد الوصفة. وإلا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما تتوصلوا بكل جديد. ما نطولش عليكم، ندوزو الآن للمقادير والطريقة ديال التحضير. وعلى بركة الله نجيو الآن للطريقة ديال التحضير مع استعراض المكونات. عندي 2 بيضات بحرارة المطبخ، كنزيد عليهم 4 كاس ديال السكر، ما يعادل 3 ديال المعالق كبار، وغادي نزيد كيس من سكر الفانيلا للتنسيم، وغادي نخلط الكل جيدا في الخلاط الكهربائي. ممكن تستعنوا بالطراب الكهربائي أو حتى بالطراب اليدوي. كنخلط جيدا حتى كنتحصل على خليط متجانس. من بعد ما خدمت السكر مع البيض مزيان، الآن غادي نضيف الزيت. عندي مقدار ديال 4 كاس ديال الزيت النباتية، القياس بالكاس ديال العنبة. كنضيف الزيت للخليط وكنولي نخلط مرة أخرى. صافي، هنا كتكون الزيت تخلطات مع البيض والسكر، اصلا الزيت كتندمج بسرعه. غادي نزيد الحليب. عندي مقدار ديال كاسونس ديال الحليب، القياس دائما بالكاس ديال العنبه، حليب بحراره المطبخ، وكنولي نخلط مره اخرى. هكذا كنكون انتهيت من اضافه السوائل، باش من بعد غادي ندوز للنواشف. تقريبا هكذا كيكون الخليط ديالي واجد. غادي نطفي على الخلاط وغادي ناخد واحد البول، غادي نصب فيه هذا الخليط اللي عندي في الكاس ديال الخلاط، باش من بعد غادي نضيف عليه الدقيق والخميره. كتكون هذه هي الكميه ديال الخليط اللي تحصلت عليها. هاد الكميه غادي تعطينا حتى 8 أو 9 ديال الفطائر بحجم متوسط. هنا كناخد الكاس ديال العنبه، دائما المساند الرسمي في جميع الوصفات المغربيه. كنعمرو بالدقيق، كنختاروا دقيق ديال الحلويات دائما يكون نوعيه جيده، باش هكا كنتحصلوا على افضل نتيجه في جميع وصفاتنا. غادي ناخد هاد الغربال او هاد المصفات، وغادي نوضع فيه الدقيق، او ممكن تكونوا غربلتوا الدقيق من قبل. انا كتجيني هاد الطريقه سهله اكثر وعمليه. كنبدا كنضيف الدقيق بالتدريج، وانا كنخلط وكنستعن فقط بالطراب اليدوي. كنخلط جيدا حتى كيداخل هاد الدقيق مع خليط ديال الزيت والبيض والحليب والسكر. نولي نكررها مرة أخرى، خصوصا للمبتدئات. دائما كنتعاملوا مع الدقيق بحذر، خصوصا في بحال هاد الوصفات. كاين دقيق اللي كيتشرب وكاين اللي العكس. ايضا الحجم ديال البيض كيختلف. نفس الوصفة ونفس المقادير عندي معتمدة، وكل مرة شحال كتاخد معايا ديال الدقيق. احيانا 2 كيسان بالضبط، واحيانا اقل بقليل، واحيانا ازيد بقليل. هنا غادي نضيف الكأس الثاني، وبنفس الطريقة الأولى كنعبر مقدار ديال كاس عنبة ديال الدقيق الأبيض، وغادي نوضعو في هاد الغربال أو هاد المصفات. وغادي نزيد الخميرة. عندي خميرة كيماوية كيس ديال 15 غرام. نتوما ممكن تستعملوا كيسين ديال 7 غرام أو كيسين ديال 8 غرام، ما كاينش شي فرق. كنحاول انني نشرح لكم الوصفه بكل تفاصيلها، باش هكا ينجح معكم البانكيك من اول مره. وغادي نولي نضيف الدقيق وانا كنخلط حتى كنضيف هذا الكاس كامل اللي عندي. وماشي بالضروره تصبوا الخليط ديالكم في اناء اخر عاد باش تضيفوا الدقيق.
انا خدمت بهذه الطريقه فقط من اجل التصوير، وباش الطريقه تبان لكم اكثر واوضح ممكن فقط في الكاس ديال الخلاط تضيفوا الدقيق وتخلطوا الكل جيدا. كيف ما ممكن تستعملوا العجانه، ولو أنه الكمية قليلة ماشي بالضرورة تستعملوا العجانة، لكن ممكن اللي بغى يضاعف المقادير. كيف سبق وشرت، هاد الكمية ديال الخليط اللي عندي كتعطيني 8 حتى ل 9 ديال الحبات ديال البانكيك. هنا كتكون هذه هي الكثافة أو هذا هو القوام. مازال جاري. هنا غادي نضطر أنني نضيف معلقة أو 2 معالق آخرين ديال الدقيق ونخلط مرة أخرى حتى كنوصل للقوام المرغوب فيه، قوام اللي كيكون شبيه بالقوام ديال الكيك. هنا كتكون العجينه ديالنا واجده باش غادي نطيبوها، وما غاديش نخليوها ترتاح. البانكيك كيطيب على الفور. غادي نخليه جانبا. وهنا انا غادي نستعن بهذا الغراف ديال العجين. الا كان عندكم متوفر استعنوا به، كيساعد في الخدمه، ولا ما كانش ماشي بالضروره، فقط بالمغرف طفي بالغرض. كنصب العجينه ديالي في هذا الغراف، ومن بعد غادي ندوزو للمرحله ديال الطياب. وفاش كنقولوا بانكيك او فطائر المقلاة، كنقولوا مقلاة غير لاصقه على نار اللي هي مهيله. كنوضع المقله ديالي وكنخليها كتسخن، كنصب فيها العجينه. المقدار ديال العجينه كيبقى حسب الحجم اللي بغينا. انا عملتهم بحجم متوسط. هنا فاش كيبان لي البانكيك ديالي بدا كيشد راسو وبدا كيشكل فقاعات من فوق، كنقلبو على الفور، وديك التقليبه هي اللي كيكمن فيها السر. كنقلبوهم بحال كنخبطوهم شويه مع المقله باش هكا كيتشكلوا عندنا 2 ديال الطبقات. هذا دليل على نجاح البانكيك. البانكيك هو 2 ديال الطبقات. الا بغيتوا الوصفه تجيكم بحال ديال المحلات او ديال المخابز الكبرى، كيطيب بكل سهوله وبسرعه. اقل من 30 ثانيه كيكون واجد، وكتكون هذه هي الحبه الاولى. شوفوا معايا كيف كتجي. بنفس الطريقه غادي نولي نحضر معكم وحده اخرى. كنصب العجينه ديالي في المقله على عافيه اللي هي مهيله، وكنخليها حتى كتبان لي بدات كتشكل فقاعات. ما تخليوهاش تنشف تماما. بمجرد ما تبان لكم بدات كتشكل فقاعات كتقلبوها على الفور بنفس الطريقه اللي ذكرت معكم من قبل، وكنخليو الفطائر ديالنا او البانكيك ديالنا كيطيب. أسهل بانكيك ممكن تحضروه هو هذا. وصفة ناجحة مضمونة 100%. حضروه لضيافكم ولأطفالكم للمدرسة. شوفوا معايا وحدة أخرى بنفس الشكل. 2 ديال الطبقات كيبانوا. غادي نستمر في تشكيل أو نطيب باقي العجين باش الفيديو ما يجيش طويل، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البانكيك ديالنا في طبق التقديم. قدمته ورافقته بالفخيز وبالمربى ديال الفخيز. نتوما ممكن ترافقوه اما بالعسل او بالشوكولاته ديال الدهن، كتبقى مسألة ذوق. شوفوا معايا كيجي خفيف ولا اروع. نفس الوصفة سبق لي حضرتها معكم في البدايات ديالي في القناة، الوصفة اللي فاقت 250,000 مشاهدة، نال تجارب عديدة وعديدة جدا، وكلها ولله الحمد كانت مرضية. شوفوا معايا الشكل ديالو من الداخل كيجي خفيف قطني. جربوه بطريقتي وعلى ضمانتي، وما تنساوش تشاركوني التجارب ديالكم من خلال حساباتي في مواقع التواصل، كلها باسم كويزين ناظورية. تقريبا هكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهاية. استودعكم الله إلى فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.